حصاد جديد ليوم جديد 20 يوليو 2017. أهلا بكم. النهاردة بإذن الله ضفنا في الجزء الثاني من حلقتنا الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ جمال الزهيري. هنطرح معاه كل المستجدات في ملاعب العالم إن شاء الله من خلال حصاد اليوم. بذكر حضراتكم دايما أنه يمكن متابعة البث المباشر لبرامجنا وتسجيلاتها على nilec.tv. وإن شاء الله النهاردة طرحين سؤال في الحلقة عن قرارات الكاف وتحديدا زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أفريقيا من 16 منتخب إلى 24 منتخب. هل بتؤيدوا حضراتكم هذا القرار، قرار الكاف اللي اتخذه النهاردة، ولا لا؟ ومستنيين بإذن الله تعليقات حضراتكم. نبدأ من القرارات التاريخية للكاف، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. النهارده في المغرب اللجنة التنفيذية قررت عدة قرارات مهمة. طبعا احنا لسه ذاكرين انه زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات إلى 24 منتخب. قرر على فكرة الاتحاد الأفريقي فيه 54 عضو، ولو قلنا 24 ده هيبقى مقترب جدا من نصف عدد القارة هيتأهل إلى النهائيات. هل ده في صالح اللعبة ولا لا؟ وعلى أي حال أفريقيا أوروبا الأخيرة كان فيها برضو 24 منتخب في يورو 2016. كمان قرر نقل الموعد من يناير إلى شهر يونيو. يعني يمكن مش هتبقى الأجواء مختلفة جدا بالنسبة للدول اللي وقع على خط الاستواء أو يعني في المدار ده، لكنها بالنسبة لشمال القارة وجنوب القارة هيبقى الجو متغير بالنسبة لشهر يناير عن شهر يونيو. كمان مصر هتنظم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية عام 2018، ومصر برضو متقدمة بطلب لتنظيم أفريقيا لكرة القدم 2019، لأنه في أخبار أنه هيتم سحب هذه البطولة من الكاميرون لعدم جدية الاستعدادات. على أي حال برضو النهاردة المكتب التنفيذي قال أنه هيكون في جولة تفتيشية على الكاميرون في شهر سبتمبر القادم، هيقف على أثرها بشكل كبير جدا على جدية الاستعدادات واللي تم فيها. وكمان كان في أخبار أنها ربما تنقل هذه البطولة إلى المغرب أو الجزائر. اللي هيحصل في هذه البطولة لسه ما تمش حتى الآن، ولو أن في بعض وسائل الإعلام قالت أنها نقلت إلى المغرب، لكن ده ما كانش في قرار رسمي اليوم في قرارات الكاف. نروح لأخبار المنتخب الوطني. المنتخب الوطني هيعلن قائمته إن شاء الله للقائي أوغندا في 31 أغسطس و5 سبتمبر في الجولتين الرابعة والخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. إن شاء الله هيعلن عنها يوم 15 أغسطس، وده بعد لقاءات كأس مصر لكرة القدم نصف النهائي والنهائي. طبعا هينتهوا قبل الإعلان عن القائمتين. في أخبار أن وليد سليمان دخل حسابات الجهاز الفني للقاء أوغندا وارتفعت أسهمه بشكل كبير. كمان ارتفعت أسهم صالح جمعة لاعب الأهلي وعمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي. دودو الجباس المحترف في ليرس البلجيكي قال انه بيسعى للتألق مع ليرس والعودة الى المنتخب، وقال ان مفاوضاته مع القطبين كانت في وقت سابق لكنها دايما تتوقف وتصطدم بعقبات. نروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد للمباراة الأولى في البطولة العربية أمام الفيصلي الأردني يوم السبت المقبل. أحمد أيوب المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني لسفر حسام البدري عقد جلسة النهاردة قبل الميران مع نجم الفريق عماد متعب، وقال له أنه هيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في البطولة العربية، ودي تعليمات الكابتن حسام. كمان إسلام محارب لاعب سموحة المنتقل إلى الأهلي ظهر النهاردة
في ميران اليوم، لكنه اكتفى بالجيم فقط أو التدريبات البدنية. الأهلي حصل على توقيع محارب لمدة 5 سنوات مقابل 5 ملايين جنيه مصري. وهنا برضو في حاجة، الأهلي أعلن أنها مقابل 5 ملايين، لكن الموقع الرسمي لسموحة أعلن أنها مقابل 8 مليون، فنصدق أي رقم. وكمان هيحصل على خدمات مسعد عوض حارس الأهلي نهائيا، واستعارة ناصر ماهر لمدة موسم. أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة اللي انتقل إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، مش هيشارك في البطولة العربية نظرا لأنه الموسم لم ينتهي بالنسبة لسموحة، وفي نفس الوقت سموحة متمسك بمشاركة اللاعب حتى نهاية الموسم. طبعا سموحة اتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة القدم. نروح لنادي الزمالك. النهارده الزمالك أعلن قائمة الفريق استعدادا للقاء الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد المقبل في أولى مباريات الزمالك بالبطولة العربية، بتستمر حتى 5 أغسطس إن شاء الله. الزمالك بينافس في المجموعة الثانية، بتضم النصر السعودي والفتح الرباطي والعهد اللبناني. القائمة جاءت على النحو التالي: أحمد الشناوي، عمر صلاح، محمود جنش، محمود عبد المنصف، محمد ناصف، أحمد أبو الفتوح، علي جبر، محمود حمدي، محمد مجدي، شوقي السعيد، حسني فتحي، أسامة إبراهيم، محمد كاماتشو، طارق حامد، أحمد توفيق، محمود دونجا، إبراهيم صلاح، أحمد رفعت، صلاح ريكو، معروف يوسف، محمد مسعد، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد إبراهيم، وأيمن حفني. باسم مرسي، حسام باولو، مايوكا، كاسونجو، أشيمبونج، سيسي، والعائدين طبعا حازم إمام، إبراهيم عبد الخالق، ومصطفى محمد. وإيناسيو النهارده في أخبار أنه بيطالب بضرورة التعاقد مع إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي وإنهاء الصفقة، وقال أنه هو اللاعب الوحيد القادر على تعويض غياب مصطفى فتحي اللي أعير إلى التعاون السعودي لمدة موسم واحد. كمان أعلن إيناسيو تمسكه ببقاء شيكابالا، وقال للمقربين أنه لا يمكن الاستغناء عن خدمات شيكابالا. كانت ترددت أنباء طبعا أنه شيكابالا من بين عدد كبير من اللاعبين هيتم الاستغناء عنهم. وكان الأستاذ مرتضى منصور في تصريحات إعلامية وهو رئيس النادي قال أن أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة أبلغوا برغبة اللاعب شيكابالا في اللعب الفترة المقبلة لوادي دجلة. اتحاد الكرة بيرفض استخدام حكام أجانب لمباراة المصري والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم. كان النادي المصري أرسل خطاب للجبلاية بيطلب فيه استخدام حكام أجانب من منطلق تكافؤ الفرص، لكن رفض اتحاد الكرة طلب النادي المصري. لسه مع النادي المصري، سمير حلبية رئيس النادي المصري أعلن أنه المبلغ اللي بيطلبه المصري نظير الاستغناء عن خدمات أحمد كابوريا لصالح الزمالك هو $1 مليون، وقال أن المفاوضات ما زالت جارية، وفي نفس الوقت أكد بقاء حسام حسن على رأس الجهاز الفني للنادي المصري. في الإسماعيلي خلاص الإسماعيلي بيستعد للمشاركة في دورة تبوك الودية، هيسافر السعودية يوم 29 يوليو وأنهوا إجراءات السفر. كمان اقترب الإسماعيلي من الإعلان عن التعاقد مع ظهير أيسر النادي الأهلي حسين السيد، ومن المنتظر الإعلان عن هذا التعاقد خلال الأيام المقبلة. نادي الرجاء صعد حديثا إلى دوري الأضواء بعد خطاب رسمي النهاردة إلى النادي الأهلي بيطلب فيه ضم 7 لاعبين إلى صفوف الرجاء طبعا لتدعيمه في الموسم الجديد. محمد عصام الغندور، مصطفى جابر، مصطفى عزت، يوسف علاء، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، بسام قعود، ودي ضمن استعدادات الرجاء للموسم الجديد. في سموحة
النهارده تم الإعلان إنه خلاص مهمة مؤمن سليمان انتهت مع نادي سموحة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم. الحقيقة ده أمر غريب جدا مش فاهماه. هو المفترض إنه يستمر حتى نهاية الموسم.